الآن هناك استراتيجيات للتسويق سواء بالنسبة للمعارض المحلية والوطنية والدولية. إضافة إلى ذلك هناك المجمعات ديال الصناعة التقليدية، مثلا نحن في تزنيت بالتنسيق مع السيد العامل وكذلك المنتخبين نحن منكبون على دراسة إنشاء مجمع كبير الذي سوف يضم 120 فخار الذين يتواجدون عبر تراب الإقليم، والذين سوف يستغلون هذا الفضاء أولا لصناعتهم في ظروف جيدة تضمن السلامة وتضمن جميع الشروط الوقائية، وكذلك سوف يكون فضاء يعني محترم بجميع المعايير لاستقبال الزبناء سواء الوطنيين والسواح الأجانب كذلك. أولا نحن يعني ملمون بالأمر، وكانت عندي زيارة في الصيف المعرض الوطني ديال الفضة والتزيين. ثانيا هناك واحد العدد ديال التدابير اللي بخصوص تهم التكوين وتهم كذلك دعم الوزارة فيما يخص التصاميم الجديدة التي تشترى من طرف الوزارة وتوضع على إشارة هؤلاء الصناع. أولا تصاميم جديدة للتماشي مع السوق وكذلك مع يعني الموضة التي تتغير باستمرار. إضافة إلى ذلك نحن منكبون على ملف دعم المواد الأولية بخصوص مادة الفضة. سيادة الوزير، ماذا عن بطاقة الحرفي؟ بطاقة الحرفي هي موضوع المشروع القانوني الذي نحن بصدد تهيئته، والذي يهم تنظيم مزاولة حرف الصناعة التقليدية، والذي سوف يكون مشروع شامل ينظم كل من يشتغل في الصناعة التقليدية، سواء صناع الفرادة سواء التعاونيات سواء الشركات سواء التعاونيات، وكذلك يعني جميع المقاولات او كل من يشتغل في قطاع الصناعة التقليدية. نحن بصدد إعداد هذا المشروع الذي سوف يعرض على أنظار الحكومة في الأشهر المقبلة. شكرا.